مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة. كالعادة كيما عودناكم باش نحكيو على الأخبار النيو متاع التوانسة في 100% سبورت تونيزي. قبل كل شيء متنساوش انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تجيكم الأخبار أول بأول. حلقتنا اليوم باش تكون متقسمة لجزء أجزاء، باش نحكيو فيها على جديد المنتخب التونسي والقائمة اللي بدات. راو في اللاعبين اللي يكونوا حاضرين في التربص القادم. ايضا نحكيو على الاخبار الجديده نتاع حنابع المجبري. قبل كل شيء نبداو نحكيو على الاخبار الجديده نتاع حنابع المجبري. بالنسبه لحنابع المجبري ان شاء الله يكون حاضر باحتمال 50-50 في المباراة الجاية من الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ممتاز ضد نوتنغهام سيتي. سويت انه من راو انه امس ولتامس ملعبش مباراة مع نادي اقل من 21 سنة، وزيد اصابة اللاعب اللي يلعب في نفس المركز متاعو مثل ماونت. دونك ان شاء الله يكون حاضر حتى يلعب بعض من الدقائق. كما نعرفوا حنا بعد المجبري ان شاء الله كما ريناه في الماتشات اللي فاتت في المباريات التحضيرية للدوري الممتاز انه كل ما يلعب دقائق رغم انه اداء جيد، وان شاء الله يلعب الماتش هذايا وياخذ فرصته. علاش لا؟ صعيبه مع لونترينور تاع نادي مانشستر يونايتد صحيح، مي مش مستحيله. اهم حاجه انه كان دخل ان شاء الله يلعب وياخذ فرصته ويلعب. كيما نعرفوا حنا بعد المجبري يؤدي ديما مباريات جيده. نتعداو للمنتخب التونسي وتحضيراته. بدينا نراو في بعض من اللاعبين من القائمة المحتملة. دونك نراو بالنسبة لحراسة المرمى نداو الحارس معز حسن. هو اون جينيرال ديما ينادي، هو كيما نعرفو معز حسن ديما موجود في القائمة. صحيح بدا يرجع مستواه تاع قبل وبدا يرجع مستواه، واني شخصيا كيما نعرف معز حسن اول ما بدا مع المنتخب التونسي ولعب مباريات ودية وقتها نتذكر قبل في تحضيرات كأس العالم 2018 في روسيا، راو انه ادى مباريات ممتازة وادى المباراة الأولى كبداية أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الأولى من كأس العالم 2018 مباراة ممتازة. دونك كان يرى أن معز حسن كان يرجع في فورما. إن شاء الله يتألق وعندي ثقة فيه. دونك سينو بقيت جوارات اللي بدينا نسمع في الأسامي إنه شكونوا حاضرين في التربص الجاي كيما أحمد خليل، الياس السلاسي في وسط الميدان. يعني كيفاش نقولها مراش انه حضورهم باش يكون يعني لها قيمه الحكايه. نعرف المنتخب التونسي والوسط الميدان تاعو هو نقطه القوه نتاعو. شنو شراو ما نعرفش، ان شاء الله تكون في القائمه الموسعه، خاطر كيما نعرف القائمه الموسعه تنجم يكونوا بعض الجوارات بعد تالي ما يكونوش في القائمه النهائيه. من رايي زايدين معناها انهم يكونوا حاضرين في المنتخب في هذا التربص، بما أن نقطة قوة المنتخب هي وسط الميدان بوجود الياس خيري، عيسى العيدوني، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، محمد علي بن رمضان. يعني ما شاء الله معنا عندنا جوهرات تبارك الله عليهم، وننتظروا كيما رينا تألق من بعض الجوهرات في بداية الدوريات نتاعهم. إن شاء الله يكون حضور نتاع حمزة رفيعة، الياس سعد. بالنسبة للياس العاشوري ما نعرفش سويت الإصابة نتاعو المباراة فايدة مع ناديه كوبنهاجن في الجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي إنه أصيب، وإن شاء الله يعود في أقرب وقت باش يعاوننا في المنتخب ونراو منه أداء جيد كما أني منتظره. أيضا إن شاء الله نراو بقية الجوهرات اللي ننتظروا بهم في المنتخب التونسي، وخلينا نلعب السنة بالحق على الكوب العام الجاي إن شاء الله 2024 على الكوب دافريك. وأني منتظر من المنتخب التونسي أداء ممتاز هذه السنة وعام الجاي.
وعلاش لا نلعبوا على الكوب دافريك. وتحيا تونس ويعطيكم الصحة.